لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. وفاة الممثل التونسي نور الدين بن عياد عن عمر ناهز 73 عاما. رحل اليوم الأحد الممثل الكوميدي التونسي نور الدين بن عياد عن عمر ناهز 73 عاما، وفق ما أعلنت وزارة الثقافة التونسية في بيان رسمي. وبرحيل نور الدين بن عياد تفقدت الساحة الفنية أحد أبرز المبدعين الذين أسهموا في تشكيل ملامح المشهد الدرامي والمسرحي في تونس خلال عقود طويلة. وعرف بن عياد بكونه من أهم الوجوه التلفزيونية والمسرحية التي رافقت أجيالا من المشاهدين خاصة منذ تسعينات القرن الماضي، حيث قدم أعمالا متنوعة جمعت بين الكوميديا والبعد الاجتماعي، وأصبحت جزء من الذكرى الفنية لدى التونسيون، وتميز بأسلوب قادر على ملامسة الجمهور عبر شخصيات قريبة من الواقع اليومي، وهو ما جعله واحدا من الأسماء الثابتة في الإنتاجات التلفزيونية والمسرحية. وشارك الراحل في مجموعة واسعة من الأعمال التلفزيونية التي لقت حضورا واسعا، من بينها حكايات منور خطبني 1986، العاصفة 1993، غادة 1994، الحصاد 1995، يحب يستحسن 1997، مال ومال جاري، يا حمود 2004، شيء ينطق 2005، ما تبيتنا 2007، الأستاذ مالك 2011، فاميليا سي الطيب 2019، وصحن تونسي، إلى جانب أعمال أخرى ظلت مرتبطة بذكرى الجمهور. رحم الله الفنان المسرحي الجميل الراحل الممثل الكوميدي التونسي نور الدين بن عياد صاحب العمر 73 عاما.